لما ابقى مستقر اكتر هبقى افكر، لما الحياه تبطل خنقتها معايا اخويا ابقى افكر. بس الحياه يا صديقي غالبا ما بتهداش اصلا، فيبدا الانسان لا اراديا كده يدفن الجزء الرومانسي جواه، يتحول لشاب حازم لازم وكله جامد خالص، يبتدي يتحول لشخص عملي زياده عن اللزوم، ناشف كده وساخر كده على اي حد بيحب او يجيب سيره الحب قدامه، بل وبالعكس كمان يبتدي يتريق عليه. هو في اصلا حب يا معتوه انت؟ وهنا التريقه ديت مش لانه ما بيحبوش، ولكن الحاجه اللي ما تقدرش تطولها سعادتك يا تسخر منها يا اما تنكسر بسببها، فبالتالي الانسان لا اراديا بيبتدي يحاول يسخر منها عشان ما تكسروش. والحقيقه اللي وجعني ساعتها مش ان انا اقل منه ذكاء او اقل منه رجوله مثلا او اقل منه حبا ليها، انا بس يا صديقي العزيز كنت اقل منه راحه. وده الفرق اللي الفلوس بتعمله احيانا. الفلوس مش بتشتري الحب، ولكن بتقدر تشتري الطمأنينة اللي تخليك تعرف تحب من غير بقى ما تبقى مرعوب كل شوية من كل المتطلبات اللي حواليك. بس عارف بقى اكتر حاجة قاسية ايه؟ ان الفقير ساعات ما بيبقاش عايز يبقى غني عشان العربيات والفلل والقصور والكلام ده، هو بس بيبقى عايز يبقى مطمن كفاية انه يحب حد عادي وما يبقاش قلقان، عادي يمارس حياته الطبيعية عادي من غير ما يحس انه اتورط في شيء، وبس كده.